دي آخر مرة مصر فرحت بكاس أفريقيا. آخر مرة رفعنا الكاس كانت هنا. من اللحظة دي عدى أكتر من 15 سنة. فليه منتخب مصر مش هياخد البطولة التامة؟ هل المشكلة في اللعيبة ولا المدرب ولا حظ أفريقيا ولا المشكلة في مين ولا إزاي؟ من 2010 مصر لعبت أكتر من نهائي ووصلت قرب الكاس بس ما لمسناهوش. في الفيديو ده مش هقولك ليه خسرنا بطولة واحدة، هقولك ليه خسرنا 15 سنة، وليه بطولة المغرب 2025 كانت النتيجة الطبيعية لكل اللي حصل قبلها، وليه منتخب عنده 7 بطولات ونجم عالمي جمهور ما بيزهقش وما كسبش ولا بطولة من 2010. ليه بطولة أفريقيا المغرب 2025 ما كانتش مفاجأة؟ النهارده هراجع معاك اللي كان واللي اتكسر واللي لو ما تصلحش مش هنكسب ولا بطولة جاي. وعشان نفهم ليه مش بنكسب دلوقتي لازم نرجع لآخر مرة كسبنا فيها ونشوف كنا بنكسب ليه وازاي ونعرف أسباب الفوز. بس مش 2010، خلينا نرجع ورا شوية لحد ما قبل 2006 ونشوف قبل ما مصر تكسب أفريقيا ايه حصل. فلو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من المشاهدين. قبل ما مصر تكسب أفريقيا كانت بتكسب حاجة أهم، كانت بتكسب تكوين جيل هيسيطر على أفريقيا. في نهاية التسعينات وبداية الألفينيات مصر ما دخلتش بطولات الشباب عشان المشاركة، دخلت عشان المنافسة. ده ظهر في إنجازات الشباب في الفترة دي، برونزية كأس العالم للشباب 2001 حتى مع الخسارة في البطولة دي من شباب الأرجنتين وقتها بسباعية. منتخب الشباب في بطولة 2001 خرج لعيبة زي حسام غالي وائل رياض وجمال حمزة ومحمد شوقي وغيرهم. كمان الفوز ببطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة سنة 2003، البطولة اللي تعتبر الكنز الأوحد لبطولة 2006 واللي خرجت الجيل اللي اتبنى عليه القوام ده. خرجت لعيبة زي عماد متعب وأحمد فتحي وعمرو زكي وحسني عبد رب ومحمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، لعيبة معظمها كونت القوام الأساسي لجيل مصر 2006. كان عندك مشاركات في كؤوس العالم وبطولات أفريقية للشباب، لعيبة اتعودت على الضغط بدري ولعيبة لعبت قدام جمهور وحكام وأجواء مختلفة. اللاعب المصري وقتها كان بيطلع للمنتخب الأول وهو شايف الدنيا، متعود على الضغط. لعب مش أقل من 30 ماتش دولي ومتعود على الضغط. فليه ده كان مهم؟ لما جيل كامل يطلع مع بعض بيفهم بعض من غير كلام هيكون عندك انسجام وثقة وشخصية واحدة وإحساس إن الفوز طبيعي. عشان كده لما جت الفرصة ما كانتش مفاجأة. البطولات اللي اتحققت بعد كده في 2006 و8 و10 ما كانتش ضربة حظ، ده كانت حصاد سنين. مصر ما كسبتش أفريقيا فجأة، مصر كانت مجهزة نفسها من زمان. بس الجيل لوحده ما يكسبش، كان لازم يكون في بيئة. وهنا يجي دور الدوري والمدرب والزمن اللي كان فيه كل ده. دوري في الوقت ده الدوري المصري ما كانش مجرد دوري، ده كان اختبار، مدرجات مليانة وضغط جماهيري حقيقي. لعب كل أسبوع ماتش كأنه نهائي، ملعب متقفل بالجماهير، مفيش ماتش سهل. فاللعيب اللي كان يستحمل ده كان هيستحمل أي حاجة. كان عندك احتراف حقيقي داخل البلد. وقتها الاحتراف ما كانش بس في أوروبا، كان عندك الانضباط والتزام ومنافسة على كل مركز، مدربين ليهم شخصية وفكر. لاعب كان بيلعب ديربي كل أسبوعين في استاد متقفل بالجمهور. دوري كان مصنع شخصية قبل ما يكون مصنع مهارة. عشان كده الدوري ده صنع منتخب زي منتخب مصر بالجيل ده. لما تيجي تجمع لعيبة من الدوري ده وتحطهم في منتخب فمش محتاج تعلمهم ضغط، مش محتاج تعلمهم خوف، مش محتاج تعلمهم جمهور، وهم جايين جاهزين. عشان كده لما المنتخب دخل بطولات أفريقيا ما دخلش يتعلم، لا دخل ينافس، لأن كان في جيل متكون صح ودوري بيحضره. كان فاضل حاجة واحدة بس وهي مدرب بيعرف يلم كل ده، وده ظهر في المعلم حسن شحاتة. ودلوقتي عرفنا عوامل الفوز وأسبابه. تعال ندور على كل ده دلوقتي بقى ونرجع لبطولة 2025 في المغرب ونشوف المنتخب ورحلته الواقعية. خلونا نقرب الزاوية شوية ونركز على شوية تفاصيل. أول نقطة هنلاحظها هي العشوائية. عشوائية في كل حاجة، بين مدير فني طول الوقت بيسمع في الإعلام تسريبات عن إقالته في أقرب تعثر رغم صعوده كأس العالم، الحاجة اللي بتشفع لغيره في أي تعثر بعد كده. الأجواء كلها قبل البطولة بتأكد إن المنتخب هيروح المغرب يومين وهيرجع. بدايتها كانت من أسامة نبيه في كأس العالم للشباب، ومن بعديها حلمي طولان في كأس العرب بالمنتخب الثاني. والعامل المشترك بينهم بالظبط العشوائية. ولكن يهمنا دلوقتي كابتن حلمي طولان نركز عليه، اللي من أول يوم وهو وجهازه في مهمة واحدة، مضايقة حسام حسن، وحتى من قبلها وهو كل تصريحاته بتبين ده، زي تصريح بعد الصعود لكأس العالم. ما بيعرفش يدرب وما بيعرفش يتكلم. بصي النتائج اللي حصلت ديت من غير مدرب، هي دي الفرقه اللي احنا بنلعبها دي، من غير مدرب احنا نكسب
ومن غير مدرب هنتأهل لكأس العالم. فخلص كاس العرب وكل الاعلام موجه عينه ناحيه حسام حسن. الكل كان مستني اما فشل ذريع او انفجار لحسام زي عوايده، سواء في صدام مع لاعب او في تصريحات. لكن وعلى عكس كل ده، اعقل عنصر في المنظومه العشوائيه دي كلها كان حسام حسن. تصريحاته موزونه، رفعت ضغط بشكل مثالي عن لاعيبه. التذكير دايما في المنتخب كان بان هدفهم واحد وهو فرحه المصريين. بطوله بدانا بفوز صعب على زيمبابوي، وبعدها فوز اصعب على جنوب افريقيا بعد طرد لاعب محمد هاني، وضمنت مصر الصعود اول. ولعبنا ماتش انجولا بالدك، بدايه مثاليه محدش كان يتمنى احسن من كده. وبعدين وصلنا دور ال16، ماتش قدام بنين مش سهل، لكن على الاقل كان المفروض تخلصه في 90 دقيقه. لكن اللي حصل ان بعد ما مصر قدرت تتقدم بتسديده مروان عطيه اللي ظبطت اخيرا، خلاص يا عم سجلت اهو، اكد فوزك بقى وعد. لكن العشوائيه هنا كان لازم تتدخل. بدايه من زيزو اللي عطل نفسه وعطل هجمه وباصه للشناوي، ومن الشناوي للاعب بنين بدل ما كانت تطلع بهجمه بقيت مضغوط. وزي ما شفنا غلطه من الشناوي وصلت بنين للتعادل. وبدل ما مصر تعدي الماتش باقل خساير، خصوصا مع اصابه محمد حمدي ونهايه موسمه، كملنا 120 دقيقه والاجهاد بدا يظهر وعد. وقبل ما ندخل على ربع النهائي، صلاح بعد مباراه بنين باعتباره قائد المنتخب سأل هل مصر مرشح للقب، وكان رده ان المنتخب اغلبه شباب ولاعيبه محليه، واحنا مش المفضلين للتتويج، لكن احنا بنحاول وبنقاتل. تصريح وقتها ما تفهمش هل هو بيريح زمايله ويشيل ضغط من عليهم، ولا بيدي مبرر بدري للفشل. لكن خلينا نكمل، والبدايه الحقيقيه من ربع النهائي، مباراه كوتيفوار اللي مصر عقدتهم المستمر. ورغم تصريحات لاعيبتهم ان ده وقت فك العقده، حسام قدر يثبت ان الموضوع مش حظ، وبالضغط من اول الماتش قدر يغلطهم، ومرموش يسجل ويرفع الضغط عن زمايله. بعدها رامي ربيعه يحط الثاني، وقلنا شكلها حفله جديده. لكن العشوائيه بتدخل مره تانية، ونفاول كوتيفوار بمساعده الشناوي وفتوح يقدروا يسجلوا الجول الاول. بدل ما تكمل الماتش مرتاح بقيت مضغوط زياده. وبعد ما نجيب الثالث في اول الشوط الثاني وتبدا ترتاح، غلطه جديده من الشناوي وتكمل تلت ساعه مضغوط وخايف من التعادل وعد. بعد ماتش كوتيفوار حاجات كتير اختلفت، الناس رجعت تثق في المنتخب تاني، كله نسي الغلطات وركز على دعم لاعيبته قبل عقدتنا احنا المره دي السنغال، المنتخب اللي معاه لقب وحيد على حسابنا في 2021. لا، وكمل بعدها وخرجنا من تصفيات كاس العالم. لكن رغم ده عمره ما كان مهيمن قدامنا، بيستحوذ اكتر ممكن، لكن فرص وخطوره دايما كانت قريبه. لكن احنا ولاد النهارده بدانا ماتش وما اختلفش كتير عن اخر 3 أو 4 ماتشات بين المنتخبين، فرص قليله وخطوره اقل. لكن منتخب مصر ظهر المره دي بشكل قليل عن اي مره تانية، 0 محاولات، واول تسديده كانت على المرمى في اخر دقيقه في الماتش، وتسديده فوزهم كانت في المتناول. لكن العشوائيه اتدخلت والشناوي ما لحقش يشوفها غير وهي وراه في الشبكه، وخلص الماتش ونقدر نقول خلص مشوار مصر. لكن قبل ما نختم البطوله كان فاضل ماتش نيجيريا على المركز الثالث، وعلى عكس المتوقع حسام ركن الشناوي وبدا بشوبير زي ماتش انجولا، لكن حواليه الاساسي مش الدك. شوبير ظهر بشكل كويس، عمل اللي عليه في ضربات الجزاء، صد اول ضربه علشان نسجل ونبقى ضغطنا نيجيريا. لكن العشوائيه كملت، والكابتن اللي وسط البطوله قال تصريح المحليين عشان يرفع الضغط بالكلام، وقت الافعال ضيع، وبدل ما نبقى متقدمين اتقدمت نيجيريا. وبعدها في الختام كلنا عارفينه، منتخب مصر رابع البطوله. بس هل انا شايف ان احنا خسرنا او زعلان؟ لا بالعكس، ده الواقع اللي لازم نتقبله، ان احنا اتاخرنا قوي عن اللي حوالينا، وخسرنا كل نقاط قوتنا اللي وضحتها في اول الحلقه من اجيال الشباب اللي بقى الاختيار فيها مين وسطته اعلى. واغلب لاعبين المنتخب المفروض اللي هتبني مصر بعدين هم ابناء عاملين ولاعبين سابقين. ما كنتش هبقى سعيد لو كنا فوزنا بالبطوله دي، لان ده كان انجاز هيتحسب لعواجيز وفشلت اتحاد الكوره ولجنه التخطيط اللي ما فيهاش اي عنصر شاب، كمان ضد اي حاجه جديده في الكوره زي التصريح ان محلل الاداء ملوش لازمه ودي شغلانه المدير الفني. الكلام عن المشاكل سهل والندب اسهل، بس الصعب هو الحلول. كله اتكلم عن المشاكل والندب بس محدش قال حل. دلوقتي السؤال الحقيقي، نطلع من الحفره ازاي؟ فالحقيقه ان الحل ابسط مما نتخيل، بس محتاج شغل، واي تطوير حقيقي لازم يبدا من تحت، من المكان اللي البطولات بتتزرع فيه. فتطوير منتخبات الشباب هو الاساس الحقيقي، لازم نطور ونستثمر في الشباب ونستقدم مدربين عندهم فكر وخطين يكونوا لاعبين مش يكسبوا ماتشات بس، لا يكسبوا بطولات، مدربين بعقود طويله مش بطوله وخلاص. يبقى في تقييم على التطوير مش على النتيجه اللحظيه، ومش كل كابتن شاطر يبقى مدرب شباب، مش كل لاعب سابق ينفع يبقى مدرب. تاني حاجه نشيل الواسطه والكوسه، كفايه بقى كفايه. طالما الواسطه موجوده مفيش موهبه هتطلع، ولازم الاختيارات تبقى شفافه، لازم يبقى في لجان مشاهده ومستقله، معايير معلنه للاختبار، وباب مفتوح للاقاليم مش بس العاصمه. الموهبه مش محصوره في ناديين، نطور اللعيبه دي ونعمل منهم محترفين طالما عندنا فقر في المحترفين في اوروبا. النقطه الاكبر بقى وهي اصلاح الدوري المصري، مش ترقيع. مفيش منتخب قوي من غير دوري قوي، وهنا بتكلم على منتخب مصر. الدوري الحالي مش ضعيف بس، لا
دوري رديء بلا روح وبلا منافسه، فلازم الدوري يرجع كبيئه ضغط، لازم الجمهور يرجع زي زمان، واللاعب المحلي يعرف يعني ايه ضغط. اللاعب المحلي زمان كان بيلعب ماتش عادي في الدوري والملعب متقفل، فكان فاهم يعني ايه ضغط، يعني ايه لو مش في مستواك الجمهور هياكلك، ازاي تحترم الجمهور. لازم نرجع فرق ليها هويه مش فرق شركات. الفريق اللي من غير جمهور من غير روح. لازم يبقى فيه اهتمام بقطاعات الناشئين، والمدرب المحلي يتبني مش يتحرق. لازم يبقى فيه دورات وتأهيل مستمر للمدربين، بس كل ده محتاج إدارة تحميه. وهنا نوصل لأصعب نقطة، لو اللي بيدير اللعبة نفسه بايظ مفيش دوري هيتصلح ولا منتخب هينجح. فالاتحاد لازم يبقى إدارة مش وجاهة. الكرة ما تمشيش بالحب، الكرة بتمشي بالنظام. فلازم يبقى عندك اختيار كوادر إدارية مش أسماء، عندهم خبرة حقيقية في الإدارة الرياضية. يبقى عندك مشروع ثابت مش قرارات موسمية. لازم تحط خطة 8 أو 10 سنين قدام مكتوبة ومعلنة، وأهداف واضحة لكل مرحلة. يبقى عندك تقييم سنوي مش رد فعل للخسارة، هو كل إخفاق يساوي إقالة. ولازم يبقى فيه شفافية وإلا مفيش ثقة. لازم يبقى عندك إعلان لأسباب القرارات ومحاسبة حقيقية ولجان مستقلة للتقييم وملفات مفتوحة للجمهور. الجمهور مش عدو، الجمهور شريك. فلو الشباب اتبنوا صح والدوري اتصلح والإدارة استقرت، ساعتها بس مصر تقدر تفكر فيك. فلو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وبس. واشكر صديقي الرائع إبراهيم الخضري على مراجعة كل حلقات القناة. كده كان معكم عبد الرحمن زكي، بس سلام عليكم.